السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشوني كتير قد الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ عيلتي الجميلة، قناتي الحلوة، مشتركين الحلوين، حكايات اليوتيوب. اهلا وسهلا بيكم على قناتي. مين اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بإذن الله. قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كلنا نصلي عليه ونصلي عليه في الكومنتات بإذن الله ونبدأ. وعايزة أقول أنت هتتجوز، قبل ما تتجوز حاسب قبل ما تتجوز وتاخد قرار الجواز. حاسب. عايز تعرف البنت اللي انت خاطبها او العروسه الحلوه الاموره دي اللي بتقعد معاك هاديه وكيوت وصوتها مش عالي ولا اي حاجه خالص، وهاديه ورقيقه واهلا وسهلا والشاي والقهوه. عايز تعرف البنت اللي انت هتتجوزها وتكمل حياتك معاها وهيتقفل عليكم باب واحد، هتقعدوا في شقة واحدة. عايز تعرف البنت دي هتبقى عاملة ازاي في المستقبل، هتتصرف معاك ازاي في المستقبل، هادية مش هادية، طباعها ايه. بص لمامتها اللي قال اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. ده حقيقي، المثل ده بتاع جدتي وجدتك، ده حقيقي. عايز تعرف البنت اللي انت هتتجوزها هتبقى ازاي في المستقبل، دي على طول بص لمامتها. من الاخر بص لمامتها. يا ترى مامتها ست بيت كده شاطره، ست بيت بتطبخ؟ يا ترى مامتها ست كده ما شاء الله نظيفه والبيت ما شاء الله تمام مرتب حلو؟ هل الام دي هاديه، صوتها هادي؟ هل لان الام يا جماعه القدوه لبنتها، الام هي القدوه لبنتها، هي اللي مربياها. طيب انت مهما حاولت في التعامل البنت هتطلع لمامتها لان هي اللي ربتها. البنت هتطلع لمين؟ لمامتها. طيب لو انت لقيت البيت اللي انت داخله ونسبت منه ودخلت البيت دوت ولقيت كلمة الأب، راجل في البيت، في راجل في البيت، كلمته، اعرف ان البيت دوت ده بيت صالح وانت مغمض. لو لقيت الأب ملوش أي لازمة، الأب ملوش أي لازمة وكأنه مش موجود أساسا، اعرف ان البيت ده بيت فاسد والبنت هتطلع فاسدة. البيت محتاج راجل، الست ست والراجل راجل. لقيت الأم بتحترم كلمة الأب وهي قاعدة ما بتتكلمش قصاد كلمة الأب، اعرف ان البيت ده بيت صالح. لو لقيت الأب ملوش كلمة اهرب لانك انت كمان مش هيبقى لك كلمة. لو لقيت الأب ملوش لازمة اهرب لانك انت كمان مش هيبقى لك لازمة. عايز تعرف هي ايه في المستقبل، بص للأم. عايز تعرف هي ايه، هي هتبقى كده. لو لقيت الأب دوت ملوش اي لازمة اهرب على طول، سيب البيت على طول. خيرها في غيرها لان ده حياة وعمر وعشرة، اهرب على طول. لو لقيت مهما كانت البنت قدامك ملاك وكويسة لكن الأم متحكمة في الأب والكلمة كلمتها والشورى شورتها وهو ولا كأنه موجود، عمر البيت ده ما يبقى صالح، بيت صالح. البنت لو هي متربية على احترام الأب، إن ده أب وبابايا وله احترامه، هتحترم زوجها. البنت لو بتحترم باباها وله كلمته في البيت، مش الكلمة كلمة مامتها والشورى شورة مامتها، هتطلع تحترم زوجها وهتعرف يعني ايه زوج ويعني ايه بيت ويعني ايه اخلاق ويعني ايه احترام. لو لقيت العكس اهرب قبل ما تتجوز، اهرب لان البيت ده مش هيبقى بيت صالح ليك،
بالعكس البنت دي هتتعبك، تمام؟ لان الاخلاق اللي قدامك وطريقه التعامل دي في الخطوبه حاجه وفي الزواج حاجه تانية خالص. انت هتلاقي بقى النسخه التانية من مامتها، هتلاقي النسخه التانية من مامتها في البيت، في الاخلاق، في طريقه التعامل، لانك انت بتختار، مش بتختار شكل، انت بتختار طريقه تعامل، روح، اخلاق، بتختار حاجات كتير، بتختار ام لولادك، بتختار ام لولادك. لو الام امها صالحه، ست صالحه، هي كمان هتكون زوجه صالحه. لو الام صالحه هي كمان هتبقى زوجه صالحه. عايز تعرف الام ايه يعني عصبها، شوفها في المشكله عامله ايه، اتعصب عامله ايه، ما تتعصب، شوفها هتعرف بالظبط العروسه دي الحلوه، البنت الحلوه دي هتعمل معاك ايه في الجواز. واللي قال اكفي القدر على فمها تطلع البنت لامها، ده حقيقي، ده حقيقي. بوصي كل بنت وست متجوزه احترمي جوزك، ولادك امانه في رقبتك، احترمي زوجك، لان ولادك هيطلعوا زيك، زي ما انت طلعتي لمامتك كمان ولادك هيطلعوا زيك. البذره اللي انت رويتيها وطلعتيها سنين، لو انت صالحه البذره هتطلع صالحه اللي هم الولاد. لو انت فاسده هيطلعوا زيك بالظبط، هيطلعوا زيك في كل حاجه، في الاخلاق، في التعامل، في النظافه، في حب المطبخ. الست ست والراجل راجل. نصيحه لكل اللي بيتجوز. لايك للفيديو لو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه، توحشوني جدا. للفيديو الجاي، مع السلامه.